السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنقدم فيديو جديد من قناتي بونا بتيتو. هنعمل فيه غدوة شتوية كده بسيطة، عبارة عن طاجن فراخ بالخضروات، وهنعمل شوية قلقاس حلوين كده، ورز بالشعرية. ويلا نشوف عملناهم ازاي. هنغسل طبعا الفراخ كويس بالطريقة المعتادة بتاعتنا، ونحط عليها شوية ملح وفلفل اسود، ونتبلهم كده كويس، ونسيبها حوالي ربع ساعة في التتبيلة. بعد كده هنجيب حوالي ربع كوباية زيت، ونسخنها كويس قوي على النار، ونصدم فيها الفراخ. بتاخد لون من تحت، ونقلبها عشان تاخد لون من فوق. الطريقة دي جميلة قوي، بتدينا شوربة طعمها حلو. هي مش بتاخد وقت معانا خالص، يا دوب اللون تاخد لون كده وبعدين نقلبها. بنحضر بقى بصلة متقطعة صغير، وطماطمية متقطعة برضو صغير، ونتبلهم بالملح والفلفل. احنا بنسميها مرتة، وندعكهم مع بعض كويس، وبعدين نضيفها للفراخ دي المحمرة دي. جميلة، بتدي تسكيرة للفراخ وطعم حلو. بعد كده بنضيف مقدار من المية لغاية لما يغطي وش الفراخ. المية دي ممكن تكون مغلية او ساقعة، عادي خالص، مش هتفرق، عشان احنا خلاص صدمنا الفراخ في الزيت، فمش محتاجين لمية مغلية. طبعا هي متبلة، احنا تبلنا البصل والطماطم وتبلنا برضو الفراخ، فهنلاقي الشوربة مش محتاجة ملح او اي حاجة. فاثناء ما بتغلي بقى الفراخ وبتستوي معانا نص سلقة كده، احنا هنقطع الخضروات اللي موجودة عندنا، سواء بطاطس، طماطم، جزر، بصل، فلفل. وطبعا احنا هنشيل البذر من الفلفل، وهنضيف لهم ملح وفلفل اسود، ونقلبهم مع بعض. ممكن لو عندك كوسة برضو تضيفيها، اي خضروات عندك بتضيفيها. هنبطن بيها الطاجن من تحت، وهنحط على وشه الفراخ. آه دلوقتي احنا هنحط الفراخ نص سلقة مع الخضروات دي، وهنحطهم في الفرن بكوباية شوربة معاهم، هيستووا على طول معانا. ادي الفراخ خدت الغلوة وادتنا الشوربة الحلوة اللي احنا هنستخدمها دلوقتي في عمل القلقاس. هنطلع الفراخ كلها. القلقاس بقى انا كنت مفرزاه عندي في الفريزر، مقشراه وغسلاه وحطاه في الفريزر في كيس. وانا قبل كده بقى يعني وضحت لكم طريقة تفريز القلقاس. هنحطه بتلجه كده في قلب الشوربة المغلية، ونسيبه يستوي فيها. بالنسبة بقى لطاجن الفراخ، انا هحضر ربع كوباية عصير طماطم، وهنضيف له بهارات، 7 بهارات، وممكن كاري وملح وفلفل اسود، اي توابل تحبيها، وشوية من الزيت. هنقلبهم مع بعض، معلقة من الزيت، معلقة كبيرة، وهنبدأ نغطي وش الفراخ. هنظبط الفراخ كده
على الخضروات ونضيف الطماطم دي. بتدينا طعم جميل جدا ولون رائع برضو وسهلة. طاجن الفراخ ده من اسهل الطواجن. هناخد بقى كوباية شوربة ونضيفها من الجنب كده عشان ما تضيعش الصلصة اللي محطوطة على الفراخ. كوباية الشوربة دي ضروري عشان الخضار ده يستوي فيها. لو ما فيش شوربة ممكن مية مغلية عادي، بس الشوربة افضل طبعا. هنحطها بقى في الفرن بدرجة حرارة 200 وتستوي. دلوقتي ده بقى السلق والخضار بتاع القلقاس انا برضو كنت مفرزاه. احنا بنستخدم شبت وكزبرة الورق بس، والسلق حزمتين سلق برضو بناخد الورق بس. وانا كنت شايلاه اخضر كده من غير ما نحمره يعني. وبنحط عليهم كوباية شوربة ونضربهم في الخلاط مع بعض. سهلة جدا. انت ممكن تشيليه متحمر جاهز، يعني بعد ما تعملي مرحلة الخلاط دي وتصفيه وتحمريه بتشيليه متحمر جاهز في كيس. لكن دي افضل طريقة واسهل، انك بتشيلي الخضار كده اخضر وبعد كده تستخدميه اكنك لسه شارياه دلوقتي. هنصفيه اهو بعد ما ضربناه في الخلاط بكوباية شوربة. بنطلع المية بتاعته الخضرة دي ونضيفها على القلقاس بس بعد ما يستوي القلقاس، عشان انا لاحظت كتير قوي ان المية الخضرة دي بتمنع تسوية القلقاس. فاحنا طبعا دي الدهون بتاعة الشوربة ما تقلقوش منها. ودي الاوراق اهي، وده الثوم اللي هنستخدمه. ادي القلقاس استوى معانا. طبعا قلقاس الشتا ده بيستوي بسرعة وبيبقى جميل. شايفين؟ زبدة زبدة خالص. هنضيف بقى المية الخضراء بتاعة السلق ونسيبها تغلي فيها عبال ما نوضب معانا التقلية بتاعته. ممكن في المرحلة دي تحطي مكعبين ماجي انتي وراحتك. ادي معلقتين السمنة او الزبدة انتي وراحتك. ممكن تستخدمي زيت. وبنحط فيه الورق المتصفي بتاع السلق والخضروات. طبعا احنا مجهزين توم مهروس، توم كتير راس كبيرة كده عشان هي اللي بتديله طعم وريحة. وكزبرة ناشفة اذا حبيتي، في ناس بتحب كزبرة ناشفة وناس مش بتحب، انتي براحتك. خدنا تقليبة كده بالخضار وبعدين بنضيف الثوم. لو انتي عايزة بقى القلقاس اخضر مش بتحمري التقلية دي قوي. لو انتي عايزاه لونه اسود شوية بتحمريها قوي. فانتي ورغبتك، في ناس بتحبه اخضر في ناس بتحبه اسود فبتغمقه. الريحة بقى جميلة قوي. هنبص على الطاجن عبال ما التقلية تتعمل. لقينا ان هو الخضار استوى بس لسه ما خدش لون الفراخ، فاحنا بنولع الشواية ونحطه تحت الشواية عشان ياخد اللون اللي احنا عاوزينه. دي التقلية اتعملت وجهزت معانا. لونه خطير وجميل. طبعا البخار مش واضح، هنستنى شوية كده هيبان معانا اهو. شايفين؟
الخضار بتاعه حلو وكمان الطعم جميل قوي. ادي طاجن الفراخ اهو بدأ ان هو ياخد اللون تحت الشواية، وادي الشكل النهائي يا حبايبي، طاجن الفراخ بلونه الخطير طعمه الجميل، ومعانا رز بالشعرية وطبق القلقاس الزبدة. ما تنسوش بقى يا حبايبي اذا عجبكم الفيديو اللايك والاشتراك والكلمة الحلوة اللي بتفرق معايا، وبون ابيتيتو.